أنا نقول لك سي حماد جبالي وزملائه كانوا فعلا في طليعة الثورة. أنا نقول لك سي حماد جبالي وزملائه كانوا فعلا في طليعة الثورة. بعد كل هذا ماذا عن مصير رابطات حماية الثورة؟ الثورة، نعم الثورة تلك الكلمة البيزنطية، ناس تحب تحميها وناس تحب تحسنها، ولكن من الذي قام بالثورة؟ عدنا إلى الأرشيف لنسترجع الذاكرة. هنا في وسط العاصمة يوم 14 جانفي يشهد التاريخ والصورة أن الحكومة الشرعية كانت في الصفوف الأمامية. انظروا هنا، نعم انظروا، هذا السيد حماد جبالي يقود المظاهرات التي أسقطت المخلوع بابتسامته التي تعودناها. ومن منا ينسى هذه الصورة للشيخ راشد وهو يتحدى الأمن بخبزة باجيت، أو السيدة محرزية وهي ترفع على الأعناق أمام الداخلية وتصرخ: بن علي ديجاج، أين كنت حينها يا جساس؟ كنت بالتأكيد توصل في كورسة الباباليوة. هذا السيد محمد بن سالم يحمل ذلك القفص رمز الحرية، هذاك علاش عطاوه وزارة الفلاحة، خاطر من قبل يفهم في تربية الطيور والدواجن. أما هذا فهو السيد لطفي زيتون يتحدى الجميع ببطاقة الصحفي. هؤلاء الإعلام الصحيح. حتى ضابط الجيش الذي قام بحماية المواطنين وقتها كان مترويكا، نعم كان مترويكا، إنه رفيق عبد السلام اللي كان حينها يعدي في عامه. كلنا نتذكر صورة السيد مصطفى بن جعفر وهو يقول للبوليس: زيد رشني بالماء مانيش مروح. وكذلك صورة والصوت السيدة جوهرة تيس وهي تغني تلك الأغنية الشهيرة في الشارع الكبير: أنا حر وكلمتي حرة. أنا حر وكلمتي حرة، أنا حر وكلمتي حرة. كيف إذا تريدون ألا تكون الترويكا لجانا ورابطات لحماية الثورة؟ إنها ثورتهم، فكيف لا يحسنونها ضد الراكبين؟ أين كنت حينها يا اتحاد؟ أين كانت ساحة محمد علي وقتها لما كانت المظاهرات تخرج من مونبليزير في اتجاه وزارة الداخلية؟ إنه تاريخ، والتاريخ لا يرحم. استمعوا لهذه الزلمة النقابية التجمعية المناشدة الصفر فاصل، وانظروا كيف كان الاتحاد يدعم النظام البائد لما كانت أبطال الترويكا تناضل. إشارة معروف للطرابلسية، ولو كنت بوليس مع المواطن اللي طالب بالشغل والحق في الحياة الكريمة، تشنيد بن علي وزارة الداخلية القمع بالكرتوس. نعم لقد ألغي الإضراب وعادت الأمور إلى مجاريها، وستبقى الرابطات تحمي الثورة من الأزلام وأعداء الثورة. هذا طبعا علاوة على الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من نعم انظروا هنا مليا، هذه صور أخذناها من مدينة القصرين وتالا ومنزل بوزيان وسليانة بعد أن استفادت جميعها من 700 مليار متاع الإضراب. يبقى أنه من المؤسف أن كثيرين من أبناء سليانة لم تبقى لهم سوى عين واحدة ليشاهدوا بها هذا المشهد الجميل كما يشاهده جميل دخلاوي من تونس. أنا نقول لك سي حماد جبالي وزملائه كانوا فعلا في طليعة الثورة. أنا نقول لك سي حماد جبالي وزملائه كانوا فعلا في طليعة الثورة.